القصة كاملة لخلاف الشامي وبيسان إسماعيل. القصة بدأت من أغنية يا خلي واللي أطلقتها بيسان السنة الفائتة، والكثير شبهها بنمط أغاني الشامي. وبيسان بعدها أطلقت عدة إصدارات، ولكن كان الشامي المتفوق، وليس فقط على بيسان إنما على الوطن العربي. ولكن قرر الشامي إطلاق أغنية جيناك من بعد عدة تعاونات مع فؤاد جنيد، ولكن هالمرة كانت بدونه، والأغنية ما حققت مستوى نجاح أغانيه الباقية. وبيسان والشامي موزعهم الرئيسي هو فؤاد، وبدأت انتشار شائعات عن خلاف بينهم، ولكنهم الاثنين نفوا الموضوع بالبداية. وبشكل مفاجئ أطلقت بيسان أغنيتها خطية مع فؤاد كأول تجربة غنائية له، واستطاعوا التفوق على الشامي وحققوا رقم قياسي عربي. والشامي رد عليهم على تويتر وأنه لم يعد رقم واحد، ولكنه دخل موسوعة جينيس بسبب أغنيته وين، وبعدها شارك واحتفل بدخوله للموسوعة. وبالعودة لموضوع أغنية بيسان، طلب الشامي من فانزو أن يتوقف عن مهاجمة فؤاد لتركه له والتعاون مع بيسان، وعلق احنا ما بنهاجم حدا، بنعمل فن وبننجح وبس، واللي أذانا يصطفل. ليطلع فؤاد ويرد أنه أغنية الشامي اللي أوصلته موسوعة جينيس هي من توزيعه وله فضل كبير من هالنجاح، ولكن الشامي ما نسب أي شيء له. بالأخير هي الجائزة اللي هي جينيس من توزيع غنية أنا وزعتها. التصريح أغضب الفانز جدا، وطلع الشامي مرة ثانية وعلق بما معناه أنه هو من أنشأ اللون الغنائي، ومن الطبيعي أنه الكثير يتقمصوا ويتبعوا كونه ترند كبير، وأنه مبسوط بالذات لأبناء بلده وغير حاقد على أحد. أما بيسان فلم ترد أبدا، ومن المتوقع أن تطرح عمل جديد قريبا.